على شرف المسنين بدار العجزة، وذلك بحضور مسؤولين عن الفريق الحمراوي، بالإضافة إلى وجوه فنية وكوميدية والتي أدخلت البهجة والسرور على قلوب هؤلاء في هذا الشهر الفضيل. بلال باللفقي والتفاصيل في الموضوع. سعيا منها لمشاركة هذه الفئة المحرومة أجواء الشهر الفضيل، أقامت إدارة مولودية وهران احتفالية على شرف المرضى والمسنين بدار العجزة بولاية وهران. السهرة الرمضانية عرفت حضور وجوه بارزة على الساحة الفنية على غرار الفنان الكوميدي حميد بلا حدود، الذي زرع البسمة والفرح على وجوه هؤلاء. شهر رمضان معروف بشهر الخيرات، شهر القرآن، وهذا بالسيف علينا، وهذا سي نوتر دوفوار، لازم نديروا هذا الشيء باش هذه الفئة ما تكونش محرومة من هذه النشاطات. ومدينة وهران الحمد لله راهي معروفة بهذه الخيرات وهذه. كما كان لنجمها السهرة هواري القلب حضورا هو الآخر، حيث استمتعت أمهاتنا بأغانيه الجميلة والتي رقصوا على أنغامها. نشكر الرئيس بابا اللي جا دار هذه المبادرة معايا، ونشكر كاع اللي عاوني في هذه المساهمه وفرحنا هذو الاشخاص ان شاء الله، وبالاخص نشكركم انتم تاني، بارك الله فيكم اللي حضرتوا معنا، والله العظيم صافي بليزير. حنا نقولوا ولادهم سمحوا فيهم، بصح حنا توجو معاهم ولادهم ونقعدوا توجو معاهم ولادهم. والشباب نقول لكم حاجه، تهلاو في الوالدين، باسكو الوالدين هما الجنه، هما ربي يقول لك الجنه تحت اقدام الامهات، تهلاو في الوالدين. المسنين بدورهم أعجبوا بهذه السهرة الفنية التي نظمت على شرفهم، متمنيين أن تتكرر عليهم مثل هذه الاحتفاليات.